اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. فيديو جديد معاكم حبايبي النهارده. فيديو كده بسيط وسهل وحاجه كده قيمه غذائيه عاليه فيها كل المكونات. انا هشوقكم هي ايه عشان تكملوا معايا الفيديو للاخر حبايبي. زي ما انتم شايفين كده معانا بتنجان مقطعاه مكعبات وحاطاه في الميه بتاعته عشان ما يسودش طبعا. معايا فلفل رومي برضو مقطعاه مكعبات، ومعايا صينيه وملح. هنعمل النهارده حاجه خطيره مع 4 معالق زيت بالكتير، وهتشوفوا معايا الوصفة للآخر. زي ما انتوا شايفين كده حبايبي، هاخد كده البتنجان هنزله في الصينية كده، والبسم الله كده زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. هاخد كده البتنجان نفرد كده. خلصنا كل البتنجان خدناه. هناخد معاه برضو الفلفل اهوت زي ما انتوا شايفين كله على بعضه. كله على بعضه. هقول لكم هنعمل فيهم ايه دلوقتي. معانا الملح، هنرش عليه الملح كده زي ما انتوا شايفين. ما تخافوش الملح مش كتير، احنا هنظبطه في بقية الوصفة بتاعتنا. دلوقتي هنزل برشة واحدة من الزيت زي ما انتوا شايفين كده، بسيطة اهي، ما خدناش اي حاجة. هقلبه بقى بمعلقة وتحت الشواية لحد ما ياخد لون معايا، وبعد كده هرجع ونشوف هنكمل ازاي مع بعض. ورجعت لكم تاني حبايبي. زي ما انتوا شايفين كده البتنجان بعد ما انا شويته بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين. طبعا عرفتوا احنا هنعمل ايه. هنعمل طاجن مسقعه او صينيه مسقعه خطيره. انا علشان انا استغل الوقت معاكم والفيديو ما يطولش معايا حطيت حله على النار زي ما انتوا شايفين كده فيها معلقه زيت، لو تلاحظوا اكني بشوحها. ودي بصلايه متوسطه. معايا 5 فصوص توم حلقات. معايا عصير طماطم. ودول اتقلبت كده في الفريزر، لقيت حتتين سجق عندي، قلت اعمل بيهم ايه، قلت ادخلهم في الطاجن. مش عندك ده مش شرط اساسي تحطيه، ممكن تشيليه، الاساسي معايا هو ده. انا بقى كده حاطه البصل على النار هحمر فيها حبايبي عشان خاطر ما اطولش عليكم الفيديو. اول ما تاخد لون هنرجع نكمل. كده البصله خدت معايا اللون. احسبوا معايا دي كام معلقه زيت. التانية واحده واحنا بنشوي البتنجان، واحده واحنا بنعمل ايه البصل. ننزل كده بالثوم على طول كده معانا ونقلب عشان ما يتحرقش مننا الثوم زي ما انتوا شايفين كده. نزلت كده هنزل على طول بالسجق. ده مش اساسي، انا بقوله لكم تاني ده مش اساسي. اقلب كده بسرعه وهنزل على طول بالصلصه. طبعا كله بنقول بسم الله. بس هسيبها تتسبك وهرجع لكم نشوف هنكمل بقيه ازاي الوصفه. ورجعت لكم تاني حبايبي. زي ما انتوا شايفين كده لحد الصلصه كده تمام. انت تقدري تعمليها كده. انا عشان اعلي القيمه الغذائيه اكتر وازود من الطعم اكتر واكتر وادي فايده اكتر هكملها واعملها ببشاميل. زي ما انت شايفه طاسه على النار ادي كده ايه معلقتين الزيت التانيين. يبقى احنا كده ايه ما كدبتش عليكي، و4 معالق زيت زي ما انا قلت لك. نزلنا عليهم بمعلقتين دقيق. قلب. الناس اللي بتقولك البشاميل وبتشتكي من عمايله زي ما انت شايفه كده بسوي الدقيق زي ما انت شايفه كده. خلاص كده دمجوا مع بعض. هنزل باللبن بسم الله زي ما انتوا شايفين كده. وهقلب اقلب وهرص كله مع بعضه وادخلها الفرن او تحت الشوايه تاخد لون، لان طعم لان كله استوى. فانت تحطيها تحت الشوايه او في الفرن وهوريكم الشكل النهائي. رجعت لكم تاني حبايبي. زي ما انتوا شايفين كده صينيه المسقعه او طاجن المسقعه. شايفين والله العظيم خطير. لسه مطلعاه من الفرن حالا. زي ما انتوا شايفين كده البخار. حطيت الاول ايه البتنجان وفوقيه الحشوه الصلصه، وفوقيه زي ما انتوا شايفين كده فوق الوش البشاميل. دخلته تحت الشوايه ما خدش مني 10 دقايق. وصفه سهله وجميله وزي ما انتوا شايفين ولذيذه ومغذيه.
تقدري تحطي البشاميل او ما تحطوش، حابه تحطي فوق الوش جبنه موتزاريلا، حابه مش حابه، انا ما حطيتش حاجه، يا دوبك البشاميل وزي ما انتم شايفين كده. والله ريحه وطعم خطير. اتمنى الوصفه بتاعتي تعجبكم النهارده وتكون اقتصاديه وسهله عليكم، وصفاتي كلها تكون بتعجبكم. لو عجبتك الوصفه النهارده طبعا ما تنسيش تعملي لي اشتراك للقناه وتفعلي لي زر الجرس ليصلك كل جديد، ولايك وشير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.